وكان المصريين القدماء بيحتفلوا بالعيد ده بأنهم يخرجوا للجناين ويقعدوا ويستمتعوا بالخضرة وياكلوا أصناف معينة من الأكل طبعا كلنا عارفينها، زي البيض والسمك المملح اللي هو الفسيخ والبصل. وكانوا بياكلوا البيض لأن العيد بالنسبة لهم عيد بتتجدد فيه الطبيعة، والبيضة هي رمز التجدد والبداية الجديدة اللي بتخرج منها الكائنات الحية. وكانوا بيرسموا على البيض أمنياتهم اللي نفسهم فيها. وكانوا بياكلوا السمك لارتباطه بتقديس نهر النيل اللي بالنسبة لهم كان شيء مقدس، وكان عندهم ورش معينة بتصنع الأسماك المملحة للمناسبة دي. أما البصل فيقال إنهم كانوا بياكلوه لارتباطه بأسطورة قديمة بتقول إن كان في أمير طفل صغير مريض وما قدرش الطبيب إنه يعالجه، ولما جابوا البصل وحطوه تحت مخدته وشم الأمير ريحة البصل مع شروق اليوم اللي هو كان موافق يوم شم النسيم، خف الأمير من مرضه. فاعتبروا المصريين القدماء علاج من الأمراض.